ايه رأيك؟ انا معظم شغلي في 3 دي كان عطور وبرفانات، بس من كتر ما اشتغلت فيديوهات على النوع ده قررت اعمل حاجه مختلفه المره دي. كنت لسه هفتح جوجل وادور على حاجه جديده اعملها، بس قفلته تاني عشان اكتشفت الموضوع ابسط من كده. انا من فتره كنت محتاج كيبورد. عارفين التايب رايتر بتاعت زمان؟ فكره انها كانت ميكانيكال كانت عجباني. انا بقى كنت عايز اجيب حاجه شبهها، وللاسف ما لقيتش اللي كنت بدور عليه، واللي لقيته شبهها جودته ما كانتش احسن حاجه. بس محمد صاحبي اقترح عليا ان انا اجيب كيبورد جيمنج بلو سويتش. قال لي ان هو بيدي نفس الاحساس والصوت اللي انا بدور عليه. ففعلا جبت كيبورد من ريد دراجون، ومش هتكلم، انا عايزكم بس تسمعوا الصوت. ايه رايك؟ جامدة. الكيبورد عجبني قوي بصراحه، فقررت اعمل بيه اول فيديو هاردوير ليا. وفي الفيديو ده حاولت اجيب تفاصيل على قد ما اقدر، بالذات تفاصيل السويتشز، وعشان الصوت عامل مهم جدا بالنسبه لي في الفيديو كلمت ساوند ديزاينر عشان اطلع الفيديو احسن حاجه. والله يا مصطفى يعني حاجة عجيبة جدا حاصلة، لقيت اللابتوب مش عايز يفتح أصلا. كنت متاكد ان في حاجه لازم تبوظ. المهم حلينا المشكله وظبطت الفيديو. فتفتكروا لو بعت الفيديو لريد دراجون هيكون ايه رد فعلهم؟